اللي شغلت رأي العام والسوشيال ميديا وطلعت اتكلمت خاصة بدون طبعا زي ما قلنا لحضراتكم. هي معانا هتحكي لنا القصة النهاردة. المحكمة قضت بحبسه سنة وغرامة 120,000 جنيه. معانا سلمى، بنرحب بيكي عبر القاهرة 24. طيب معانا، ما احنا طالعين لايف. معانا سلمى، يعني بنرحب بيكي. احكي لنا تفاصيل الواقعة اللي انت تعرضتي ليها. اتفضلي سامعين. تمام. اولا اهلا وسهلا بيكم. طبعا انا بشكركم على ان انتوا كنتوا البدايه في فتح الدجال وعصابته واللي شبهه كتير واللي انتشروا ودخلوا بيوتنا كلهم عملنا باسم حملة الدين. بالمناسبة ده حقيقي فعلا، واتقبض على ناس كتير منها. في اللي غفلنا وطلع بس ما فيش مشكله يعني. اللي حصل ان ده كان من التهديدات اللي انا كنت بتهددها، ومحدش كان بيصدقني، وطبعا كان هو بيطلع يدعي المثاليه بشكل مبالغ فيه قوي عشان هو شيخ وكده يعني. ف زي ما بيضحك على كل الناس وبيتاجر بالدين وبيقول ان هو شيخ وهو محترم، وهو في الاصل مش شيخ خالص، ولا هو ولا بيته اللي شغالين بنفس السيستم بتاع السحر والدجل والحاجات دي. قبل ما اطلع على الميديا خالص وكنت بكلم على الصفحه بتاعتي، كان بيبعت صوري لاصحابي ويهددني علشان انا المفروض بقى ان انا اخاف من الفضايح واسكت والكلام ده، فما ما اقولش اللي حصل بيني وبينه معاه ومع مراته ومع ابوه وامه واخواته. وبعد كده لما اكتشف ان انا في ناس كتير جدا ضحايا تواصلوا معايا، فبقيت المح بكلام يبين ان انا على تواصل مع الناس دي، وان احنا مش هنسيب حقنا، وان انا مش هسيب حقي. فكان كل مره بيضغط بشكل اصعب. بدأ بصحابي، بعد كده بدأ بأهلي، واحد واحد لحد ما وصل لحد ابني. أنا لما شفت بقى رسائل على تليفون ابني، بعت لابنك رسائل بصور عارية؟ صوري على لابنك اللي هو الصغير على الواتساب. على الواتساب. كان ساعتها السنة اللي فاتت دي كان عنده 9 سنين. وانا ما اعرفش، انا كنت بالصدفة ماسكة تليفونه وبفتح صوري على الجاليري. فالصور دي جت منين يعني؟ فالمهم فتحت كل الابليكيشن اللي كان موجود على التليفون ساعتها، لقيته كان باعتها بالرقم اللي هو بينكر ان هو بتاعه يعني. فجأة التليفون الرقم اللي مش بتاعه ده، ما هو كالعادة لازم يحصل الموقف ده على طول. احنا بنعتذر طبعا عن سوء الشبكة يعني. الشبكة زي الفل في ساعة اللايف وساعة السيرة، فدي حاجة طبيعية. المهم طبعا انا اتوجهت طبعا لمباحث الانترنت اللي زهقت مني، كل شويه اروح ابلغ صفحات كتير بتتعمل لي، سلط ناس كتير جدا وحرض ناس كتير جدا ان هو يعمل لي صفحات، وينزل صوري ويقولوا عليا كلام صعب جدا ويتهموني باقذر الاتهامات اللي في الدنيا ويشهروا بيا بابشع الطرق. عملت المحضر ده. كان هو في اليوم ده او قبليها بيوم كان عامل صفحه، اول صفحه كان يعملها لي وقفلها بعد 3 أو 4 ساعات. فطبعا الصفحات دي ما بيتعملش بيها في مباحث الانترنت، بيتعمل بيها محاضر عاديه، وبعد كده بتاخد اجراءاتها بعدين حتى لو بقالها سنه. فالمهم عملت المحضر ونسيته، ودخلت بعد كده طلعت معاك وقعدنا بقى، دخلنا في حاجات كتير، كميه تهديدات مش عايزه اوصف لك عامله ازاي. نسيت القضيه دي خالص، نسيت المحضر ده خالص. بس يمكن انت كنت سبب في الفتره دي ان انت تفتحي او تفتحي النار على او تسلطي الضوء، ويعني احنا برضو كان لنا دور في الموضوع ده كبير. سلطنا وفتحنا الضوء وفتحنا نار عذرا على عدد كبير من نصابين ومدعي انهم مشايخ وكده. طيب كملي، احكي لنا بس الاول، قولي لي ان انت النهارده ايه الحكم اللي تحصلت ليه، واحكي للناس تفاصيل الحكم وايه التهم برضه يعني، وبعد كده نتطرق ايه اللي حصل وايه القصه. انا طبعا كنت يأست خالص ان انا بصراحه حقي يجي بالقانون. تمام. كل القواضي اللي عملتها كلها اتحفظت، وبقيت خلاص انا حاسه بفشل يعني، لحد ما في يوم لقيت ان انا جالي جلسه المفروض في المنصوره. فانا ايه المنصوره دي؟ ما لهاش علاقه خالص، انا ما اعرفش ان دي تبع دي يعني. فانا خدت استاذ محامي كده معايا، فقلت ايه، لو الدعوه دي معموله يبقى اكيد حد مشتكي احمد زرد اكيد، فانا هقف معاها واقف معاها بكل الادله اللي معايا. تمام. فوجئت ان انا وانا في الجلسه فبقول للمحامي بعد اذنك كده روح شوف السكرتير احنا مين اللي ضد احمد زرد. ففوجئت اني انا صاحبه القضيه بدون اي معرفه خالص. فدخلت ايه القضيه اللي انا كنت عاملاها وكنت ناسيها. كنت عامله رفعه كذا كنت رافعه قواضي كتير قوي، انا ما فيش باب ما خبطتوش.
كل الجهات يعتبر اللي في البلد رحتها، من اعلى حاجه لمحضر في اسمي، وما فيش حد فوق القانون، ما فيش حد، مع ان كل التهديدات لحد اول امبارح والحكم كان طالع المفروض بعد ساعات بيتبعت لي رسائل مش هتطولي حاجه ومش على طول يعني غير بقى الاغتيال وهنعمل وهنسوي والحاجات دي. ففوجئت ان انا اول امبارح الحكم جه المحامي بس ما كانش عايز يبلغهوني، فقعد يقول لي اصبري، لان انا كان طالع في حكم تاني واحد من اللي كان محرضينهم عليا اسمه متولي سعيد، هو يوتيوبر وكان واخد حكم برضو في التشهير، ومعايا المكالمات اللي مسجله بينهم والاتفاقات اللي بينهم لحد اول امبارح برضو كانوا لسه بيعملوا مكالمات وبيتفقوا عليا ان انا يوقعوا لي القواضي او يتهموني او يطلعوا براءه حتى من اللي عملوه فيا. فطبعا الحمد لله القانون نصفني جدا جدا. متولي ده خد 2 و100,000 غرامه و10,000 كفاله، وكان في قبل كده مره اتحبس وطلع برضو بكفاله 10,000. والحمد لله اتحجزت للحكم وتأييد الحكم وتأيد الحكم عليه. طلع احمد زرد اول امبارح الحكم بتاعه طلع بسنه مع الشغل و120,000 100 بسبب رسائل الواتساب و20 بسبب صفحه كان عاملها برضه هو نسيها يعني بنفس رقم تليفوناته بكل حاجه. التحريات اثبتت ان دوت تليفونه ودوت رقمه باسمه من الخط بتاعه، وان الصفحات دي اتعملت والرسائل دي اتبعتت من على تليفونه. والحمد لله ما حدش مصدق بقى بصراحه اللي حصل ده، لانه كميه التهديدات والاستعراض القوه واستعراض الفلوس واستعراض النفوذ كان اكبر من ان اي بني ادم يتحمله ولا يستنى حتى انه يتسال في اي جهه. يعني هو جه وسافر وجه وسافر وجه وسافر والقلبان ده حاصل ولا جهه اتسال فيها. يعني فده كان يأس بقى ان يبقى في اي احنا بنتحفظ طبعا على حته ان هو يتسال اكيد يعني. هو كان الفتره دي ما كانش موجود في هو سافر وجه قعد حاجه بسيطه وسافر. لما شيماء بس هو دلوقتي اللي عليه دعاوي وهو دلوقتي مش قادر ينزل. لا هو دلوقتي جه وقعد وطلع عليه حكم من شيماء باسبوعين و100,000 اللي طلعت مع حضرتك قبل كده. طلع باسبوعين و100,000 جنيه غرامه. فطبعا ده سمع في كل مكان، فما طبعا ما فيش يقدر يسافر ولا يقدر يروح ولا يقدر يجي. اي حد ممكن يسيب حقه او يتعب او يزهق او ييأس، لكن انا لا، انا الموضوع معايا مختلف تماما. الموضوع معايا طال كل حاجه بشعه ممكن تتعمل في بني ادم، كل حاجه اذيتي يعني جدا. ومش لوحدي، والاذى ما طالنيش لوحدي، كان طايل كل فئاتي يعني مالي وحالي وبيتي وولادي واصحابي، حتى اصحابي اتاذوا في شغلهم وفي حياتهم، والدنيا كانت وحشه جدا جدا. انا عشت سنه من ساعه ما طلعت ومن قبليها كمان، بس اللي زود عليا الهجوم اللي كان حاصل عليا في الميديا. فالموضوع ده كان يعني كان موضوع صعب شويه ان انا يعني انا طالعه عشان اقول للناس خلي بالكم من تجار الدين، افاجئ الاقي الهجوم ده، فكان بالنسبه لي صعب شويه. رفعت كذا دعوه علي، كان دي دعوه وفي كذا دعوه تاني قلتي لي، وانت كمان بتقولي خدتي حكم على واحد يوتيوبر. ايوه، ولسه في محمد صفناوي برضو كان نفس القصه، وبيطلعوا مع بعض لايفات، وكان بينزل صوري باتهامات بشعه جدا على صفحته الشخصيه دي. برضو القضيه بتاعته شغاله، بس كان في مشكله ان هو كان بينزل الصور ويمسحها. فمباحث الانترنت طلبوا مني ان انا اخد سكرينات واقدمها في النيابه، فانا ما لحقتش النيابه، فقعدت التحريات تاني عشان اخد الحكم. انا مش هسيب حقي ناقص يعني، ما دام حقي خلينا نرجع ورا شويه. الناس سالك انت رحتي ليه؟ ايه اللي يخليكي تروحي الدجال؟ طيب انا برضو حلو قوي انه حلو جدا حلو جدا. اولا انا ما رحتش الدجال، تمام، ولا رحت العراف، ولا رحت الساحر، تمام، عشان بس الكلمه دي على طول بيبقى ده الاتهام بتاعي. انا ما رحتش لبني ادم كافر. انا رحت لواحد بيقول انه شيخ، لا طلب مني هعمل لك حجاب ولا ولعي شمعه ولا احرقي ورقه ولا اكتبي ولا اشربي ولا اعملي اي حاجه. ده واحد قال انا بعالج بالرؤيه الشرعيه والقران، يعني زيه زي اي شيخ جامع، زي اي شيخ من اللي نعرفهم، من اللي يعني من المنتشرين. انا بقى يعني فكره ان انا اتعامل مع واحد ساحر ولا دجال ولا عامل صفحه اللي هو بتاع رد المطلقه ولا الشيخه المغربيه ولا ما اعرفش مين السوري، انا ده ما حصلش. لو كان حصل انا ما كنتش هتكلم في حاجه، ما كنتش هتكلم في حاجه خالص. لكن ده واحد بيتكلم
بقال الله وقال الرسول وابتغاء وجه الله وكلام كتير يعني. وحتى لما بيكتب على ماسك الازازه وبيمشي بيها في المقابر والشغل اللي بيعمله ده بيتكلم بيقول ايات قران يعني واقسام قران. انا مش عرفني بقى، انا ما حدش طلع قال الكلام ده ليه؟ ما الناس كلها طول النهار بتزغرط له على الصفحه بتاعته. انا ما لقيتش شيخ بيقول ان ده كافر ولا ما تروحوش لبني ادم زي دوت، ولا لقيت حد بيحاربه ولا لقيت حد بيشتكي منه. يعني اكيد دايما احنا بنشوف رجال الدين بيظهروا على ما هو بيظهر على المنصات كده وبيحارب يقول لك لا يا جماعه ما تخلوا بالكم بنلاقي نصائح. انا ما شفتش يعني انا ما شفتش وما حصلش. لا ما حدش حذر من حد. ضحيه. ما حدش حذر. لا انا خلينا نتكلم بصراحه. ما حدش حذر من الناس دي، والناس دي كانت منتشره بشكل كبير جدا. بيحذروا من اللي احنا عارفينهم. بص اللي احنا عارفينهم او اللي مزروع في عقلنا ان الساحر ده او الدجال او المشعوذ او ليه شكل معين كده بطلبات معينه. الكلام ده ما كانش موجود. انت رحتي علشان خاطر يعني تحلي مشكله ما عندك مثلا، خلينا نقول كده. ومشكله ما كانتش تخصني. فجأتي يعني حتى المشكله اللي تخصني اللي ما كانتش تخصني دي اتقلبت خالص. يعني الموضوع اتقلب تماما. انا اتاذيت اذى ما حدش يستحمله في حياتي. من كله. انا وصلت لدرجه الموت مره واثنين وثلاثه. يعني حاولوا يموتوني مره واثنين وثلاثه ومفيش فايده. ربنا هي اراده ربنا ان هم ياذوني. دي قصدك من ضمن الاذيه، يعني الاذيه اللي تعرضتي ليها. ايوه طبعا. انا فعلا اتاذيت كتير قوي. انا في حاجات كتير ما كنتش عارفه اتكلم فيها في الاول، ما كنتش عارفه اقولها بسبب الهجوم بتاع الناس. اللي هو انا مش طالبه منكم حاجه، انا طالعه اقول يا جماعه ما تدخلوش الناس اللي بتتكلم بالدين دي بالشكل ده في بيتكم. ما حدش يتعامل مع الناس دي، لا ده يعرفوا دين ولا طيب كملي. يعني حسيت ان انت النهارده يعني خدتي حقك. اكيد. بص هو انا هقول لك حاجه. انا كل يوم كان بيجي لي حقي. والناس اللي كانت متابعاني كانوا بيشوفوا كل يوم نصره. بس طبعا كلمه القضاء فوق كل حاجه. اكيد. الموضوع مع ان يتكتب في ورقه رسميه وان القاضي يقتنع ان البني ادم ده مجرم ويقيم عليه حكم، دي حاجه تانية خالص. فخلاص انا مش محتاجه اتكلم بقى. خلاص انا قلت كل حاجه عندي وسمعت الناس كل حاجه ووريت فيديوهات وسمعت اصوات ومكالمات وفويسات وشتات وكل حاجه. الناس شافوا كل حاجه. عرضنا انتوا ما عرضتوش يعني حتى لما طلعت ارد عليه حضرتك يعني وحكيت القصه. يعني عرضنا الموضوع بالتفاصيل. لا التفاصيل بقى والاثباتات خلاص الناس سمعوها وشافوها على صفحاتي. لكن هي كل اللي كان ناقص الموضوع. طيب اتفضلي كمان. كل اللي كان ناقص في الموضوع